السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهارده كده قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، يا ريت تدوسوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس. النهارده ان شاء الله كده هنعمل مع بعض نوع حلو جدا وحاجة كده حلوة تستاهل بقكم، ويا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه. اول حاجة ده نص كيلو جلاش بس طري طازة انا جايباه النهارده، وهنعمل نوع سادة بالسوداني، وهنعمل نوع كمان بالقشطة، القشطة الكدابة. ده تقريبا يعني قد كوباية شاي مية ومعلقة سكر واحدة، وضفت عليهم 3 معالق نشا، وقلبتهم على النار لحد ما غليوا وتقلوا بالطريقة دي. وهنشوف هنزود ايه كمان. انت ماسكه عدل كده حبايبي، بعد ما انا ضفت الفول السوداني بالطريقه دي نبدا نقلبهم بالطريقه دي كده زي ما انتم شايفين. لازم يبقى تقيل عشان ما ينزلش من الجلاش. وهنا كوبايه سمنه سايحه، انا مش هحتاج الكوبايه كلها. ودي صينيه نظيفه انا هدهنها دلوقتي سمنه. كده حبايبي، دول ورقتين جلاش. انا هدهن بس اللي هو ايه، دهنه خفيفه جدا بالطريقه دي. وكده هطبق وهبدأ هنا برضو نفس الطريقة. انا هوريكم اول واحدة. كده حبايبي ده سوداني وزبيب، وكمان هنضيف حبة جوز هند. اختار الطريقة اللي تريحك. وهنبدأ نلف بالطريقة دي كده. كده حبايبي احنا قطعنا بالطريقة دي. هنبدأ نرص في الصينية كده. كده حبايبي طبقت واحدة تانية برضو دهنتها دهنة بسيطة بالطريقة دي، وحطيت القشطة بالطريقة دي كده وزعتها. هنبدأ نبرم برضو نلفها زي التانية كده الطريقة دي بالراحة. هتبص تلاقي الدنيا تمام معاكي كده. هنبدأ برضو نقطع بنفس الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحاولي الجنب اللي هو مفتوح ده تحطيه لتحت في الصينية كده. حبايبي احنا عملنا واحدة كمان، وهنبدأ برضو نلفها بنفس الطريقة، وهنبدأ نقطع ونرصها كده. حبايبي دي الطريقة التالتة برضو طبقتهم ودهنتهم نفس الطريقة. ده سوداني بس كده. دي هنعملها مكشكشة. هنجيب العيدان بتاعت الشيش طاووق بالطريقة دي 3 هم، او اي حاجة انت تقدري تعملي بيها. هنحطهم كده. هنبدأ نلف بالطريقة دي. هنبدأ بقى نكشكش بالطريقة دي. واخدين بالكم؟ هنبدأ نسحب الشيش طاووق بالطريقة دي كده. هنبدأ نقطع كده، وهنبدأ نرص برضو كده. حبايبي بعد ما خلصنا الجزء اللي هنا ده بالقشطة من جوه، وجزء كمان بالسوداني بس، وجزء بالزبيب والجوز الهند. وانت اختاري الطريقة اللي انت عايزاها. الطريقة دي هنبدأ نشرب بعد كده السمنة وبكده نكون خلصنا وشربناها السمنة. وانتي ليكي مطلق الحرية. انا اللي خلاني ان انا بعمل كذا نوع. عندي ناس ما بتاكلش الزبيب،
وعندي ناس بتاكل السوداني بس، وعندي ناس تاكلها بالقشطه. فحبيت ان انا اراضي الكل بقى، كل سنه وانتم طيبين واحنا صايمين ورمضان. فحبيت اراضي الكل، كل واحد اعمل له زي ما هو عايز. وهو يلا بالمره سيبوهم بقى يتدلعوا على حسكم شويه. وانت بقى ليكي مطلق الحريه، الحاجه اللي انت عايزه تعمليها او النوع اللي انت عايزه تعمليه براحتك خالص، اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. كده احنا خلصنا، كده هندخلها الفرن وهنعمل الشربات مع بعض. كده هنا هنعمل الشربات. دي كوبايه سكر، وهنا كده هنضيف كوبايه ميه نفس الكوبايه، ودي كوبايه الا ربع كمان لان انا عايزه الشربات تقيل شويه. وهنحطه على النار، واول ما يغلي هنعصر عصره ليمونه عليه. كده حبايبي اول ما يغلي هنعصر عصره ليمونه، بس هنقلب السكر ده. كده حبايبي يكون الجلاش خرج من الفرن. بصوا لو واخدين بالكم صراحه جميل جدا جدا. بصوا دي الساده، لا دي سوداني ودي ساده. لو خدتوا بالكم هتلاقوا دي برضو اللي احنا عملناها. دي اللي عملناها بالقشطه. نبدا كده حبايبي نسقي الشربات. بصوا الشربات يعني مظبوط، لا هو تقيل قوي ولا خفيف. هنبدا نسقي كده حبايبي. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم نسقي بالطريقه دي. كده حبايبي لو خدتوا بالكم هنبدا نزوق بالطريقه دي. بصوا كده حبايبي بقى زي الفل. لو هوريكم بصوا هنا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا واخدين بالكم ده بالسوداني. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. يا رب تنال اعجابكم يا رب، واتمنى منكم تجربوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.